قبل ما ابدا الفيلم يا صديقي عايز اقولك اني جايب لك فيلم جامد جدا، وزي ما انت عارف انا بهتم بمزاجك وعشان حبك للاكشن فجايب لك فيلم قنبله الموسم. كل اللي عليك تركز معايا تسمع القصه للنهايه، وبدون ما اطول عليكم صلوا على النبي ويلا بينا نبدا. بتبدا احداث الفيلم وبنشوف شاب بنعرف ان اسمه بانو، زي ما بنعرف انه مخطوف عند اكبر عصابه لتجاره المخدرات في الصين كلها. العصابه دي بتقدر تنقل بضاعتها عن طريق اللحوم الحيوانيه، وعشان كده واخدين الموضوع ده كستاره لنقل المخدرات. ولان العصابه كان بينهم مشاكل كبيره جدا بين اخو بانو واللي بنعرف ان اسمه تشو، فبيفضلوا يعذبوا في بانو عشان اخوه يظهر ويقدروا يصفوا حساباتهم معاه. وفي الوقت اللي زعيم العصابه كان عمال يتريق فيه على تشو وبيقول لبانو اخوك سايبك اهو وحياتك هتنتهي على ايد رجالتي، بس فجاه المصنع ضلم. وساعتها رجاله العصابه اتاكدوا ان تشو وصل المكان وبداوا يستعدوا عشان يحطوا عليه. بس ده كان في المشمش طبعا، لاننا بنكتشف ان تشو اسرع اساسا من الصوت. فجأة بيظهر ورغم ان اللي قدامه جيش لكنه ولا شاغل باله، فضل مدور الضرب فيهم بمنتهى العنف، وكل اللي كان بيجيله على سكة كان بياخد اللي فيه النصيب. قدها ضرب نار وشنق وتكسير عظم. وطبعا بانو كان مبسوط جدا ان اخوه وصل عشان ينقذه، ورغم ان تشو قوي جدا لكنه كان واخد الحوار بالعقل. وعشان كده لما رجالة العصابة اتكتروا عليه قدر يختفي اللحظات، وبعدها طلع لهم زي الشبح وكان زي الكابوس بيرعبهم. ساعتها ظهرت له واحدة من العصابة وفضلت تقول له وانت ما بتحرمش، لكن تشو ما كانش عنده وقت للدلع ده، وعشان كده اداها اللي فيه النصيب وشاط سكينة كانت قدامه بوش رجله حطها في سقف الشبكة وفلق بطن البنت 2 وخلاها تحصل باقي زمايلها. وقبل ما تشو يقدر يهرب مع اخوه من المكان بيوصل واحد من عصابة تانية ليه طار قديم عند تشو، وبيبدأ بينهم قتال عنيف جدا بينتهي بان زعيم العصابة بيموت. وقبل ما الراجل اللي وصل ده يخلص على تشو بتوصل الشرطة، ولما الراجل بيهرب الضباط بيقبضوا على تشو وفعلا بيتحاكم وبيتحاكم عليه ب9 سنين. وبنشوفه وهو عمال يسترجع ذكرياته، وبنعرف انه ما وصلش للقسوة اللي بقى فيها دي غير بعد ما فقد مراته وبنته في انفجار بسبب حروب العصابات. وفي السجن التشريفة كانت في انتظاره لكنه ولا شغل باله بالحوارات دي، اللي كان بيلمحه على طول بيمرجحه لحد ما أصيع واحد ما بقاش حتى يستجري يبص في وشه. عدت الايام والسنين وتشو كان مستني اليوم اللي هيخرج فيه، وده مش عشان عيشة السجن صعبة عليه ولا حاجة، لكن لأن في حساب قديم عاوز يصفيه من اللي قتلوا مراته وبنته. وفي الوقت اللي فترة تشو كانت قربت تخلص ويخرج من السجن، بانو أخوه وضعه بقى كويس جدا وداس في الحياة السياسية وترشح عشان يبقى محافظ للمدينة بتاعته. وفي يوم هو بيقول خطاب للمواطنين شفنا نفس الراجل اللي اتخانق مع تشو وقت ما اتقبض عليه، ولاحظنا انه منشن على بانو عشان يخلص عليه، بس فجأة بيظهر واحد لابس لبس مهرج وبيقدر يعمل شوية هرجلة في المكان. وفي نفس اللحظة القناص بيضرب طلقة على بانو اللي بيكون اتحرك من مكانه، وعشان كده مفيش حاجة بتيجي فيه. وبعد ما كل اللي موجودين في المكان بيجروا، الحراس بتوع بانو بياخدوه وبيتحركوا عشان يتفاجئ ان المهرج ده هو اخوه تشو. وبعد ما قعدوا مع بعض شوية لاحظنا ان بانو مكسوف من اخوه، خصوصا لانه ما كانش بيزوره وهو في السجن، وعشان كده حاول يجر ناعم. لكن تشو قال له بصراحة كده الحياة الجديدة بتاعتك دي مش مناسبة ليا، بس لو محتاجني هتلاقيني. وبعد خروجه من السجن لاحظنا ان تشو بقى حابب يبعد عن الايام الصعبة اللي عاشها قبل ما يتحبس، وعشان كده سمى نفسه ليه وقرر يبعد عن اي حاجة ممكن تدخله في مشاكل. وعشان يعيش اللي ما عاشهوش مع بنته قرر يتصاحب على بنوتة صغيرة لسه في المدرسة، وعشان كده كل يوم كان بيلبس لبس المهرج وبيروح هناك يستناها. بنعرف ان البنت دي اسمها لانج، وتشو رغم انه بيحاول ينسى الماضي بس طبعا الموضوع ما كانش سهل. وفي يوم الناني بتاعت لانج وصلت عشان ترجعها البيت، ولما شافتها بتتكلم مع تشو فضلت تقول لها يا ما حذرتك انك ما تتكلميش مع اي حد غريب، وقالت لها ما تتعاملش مع المهرج ده تاني. بنرجع مرة تانية عشان نشوف زعيم العصابة اللي هو نفسه السبب في سجن تشو. بنعرف ان اسمه يانج، وبنشوفه هو مدي اوامر لرجالته يعذبوا واحد لانه بيدور على ميموري عليها معلومات مهمة جدا. وبالصدفة بقى فالميموري دي موجودة في واحد من دباديب لانج، وبعد ما الراجل اتعذب كتير جدا كان مضطر يعرفهم مكانها. وفي يوم لانج عرفت ان ادارة المدرسة مستدعية كل اولياء الامور، لكنها كانت زعلانة جدا عشان باباها مش موجود. وفجأة ظهرت شو وهو لابس لبس المهرج وبلغ ادارة المدرسة انه والد لانج. وفي نفس الوقت ده رجالة يانج كانوا هجموا على بيت لانج ودغدغوه كله،
وكمان كتفوا الناني علشان تبلغهم بمكان الفلاشة. وبعد ما رجالة يانج قلبوا البيت كله ما لقوش الدبدوب، وعشان كده سألوا الناني اللي بلغتهم ان لانج اخدت الدباديب معاها النهارده وهي رايحة المدرسة. وعشان كده رجالة يانج وصلوا المدرسة، وبمجرد ما دخلوا الفصل بتاع لانج وقتها بتشوف وبتلاحظ ان على ايديهم الوشم بتاع العصابة، وعشان كده دور فيهم الضرب كلهم واتفاجئ لما عرف ان الشرطة متورطة معاهم. وعشان كده ضباط الشرطة اللي جم تحت ايده اتفرموا، ولانه متأكد ان لانج في خطر اخدها معاه ويهربوا باقصى سرعتهم من العصابة اللي بدأوا يطاردوهم. لكن تشو ما كانش نينجا في القتال بس، ده طلع نينجا في السواقة كمان، وعشان كده قدر يلبس كل العربيات اللي كانت وراه. وبعدها اتكلم بهدوء مع لانج ووعدها انه مش هيأذيها. بنتفاجئ بعدها لما بنعرف ان والد لانج ضابط شرطة في المدينة اسمه زي، ولما تشو بيعرف المعلومة دي بيقلق منه لانه واثق ان شرطة المدينة كلهم فاسدين، وعشان كده خلع كل وسائل التنكر ولبس بدلة ونضارة، ودي حاجة تويت كل ضباط الشرطة اللي كانوا بيطاردوه. ولما واحدة من ضباط الشرطة قربت منه، تشو كان هيعمل معاها الصح، لكن لانج قالت له دي زميلة بابا في الشغل وطلبت منه يسيبها، وعشان كده تشو اكتفى بانه كلبشها في العمود. بنعرف ان المحققة دي اسمها نان، وبنشوفها وهي بتتكلم مع زمايلها وبتقول لهم ان اللي حصل ده ما كانش عادي ولا المفروض يعدي بسهولة كده. وعشان كده بعد ما رجعوا الاسم اتكلموا مع مفتش الشرطة وبلغوا ان المجرم ده اقوى منهم كلهم. طبعا الكلمتين دول حرقوا دم مفتش الشرطة اللي فضل يقول لهم حتى لو كان سوبرمان شخصيا لازم تقبضوا عليه في اقرب وقت. بنرجع مرة تانية عشان نشوف لانج وهي قاعدة في بيت تشو، وبعد ما اتفرجت على نشرة الاخبار خافت جدا من تشو، حست انها مخطوفة، عشان كده بمجرد ما دخل الاوضة هددته بالمسدس، لكنها اكتشفت انه مسدس مية بيطلع فقاعات. وبالرغم من انها خافت جدا من ردة فعل تشو، لكنه كان هادي جدا واتكلم معاها بهدوء وقال لها صدقيني انا فقدت عيلتي بسبب فساد الشرطة بتاعت المدينة، وكل اللي طالبه منك انك تساعديني، وبسبب المعلومات اللي على الميموري هقدر اوصل للشخص اللي تسبب في فقداني لعيلتي. فجأة لمح حاجة منورة في الادوات بتاعت لانج واكتشف ان دي السمارت ووتش بتاعتها، بس المشكلة ان اللوكيشن بتاعهم كان منقول لمكان تاني. وساعتها تشو اتأكد ان العصابة عارفين مكانه وبقى عارف انهم في اقرب وقت هيكونوا هنا، وعشان كده قفل الباب على لانج وطلب منها ما تتحركش مهما حصل، وخرج هو كمان عشان يشوف الدنيا هتمشي ازاي مع العصابة. وبعد شوية العصابة وصلت وفضلوا يدوروا في كل مكان عن لانج لحد ما لمحوا تشو اللي كان قاعد ياكل بهدوء ومديهم ظهره، وعشان كده رجالة العصابة شكوا فيه، وبمجرد ما قربوا منه وشافوا وشه افتكروه على طول ودارت بينهم مدعكة. بس طبعا الكلام ده ولا يهز شعر في راس تشو اللي مسكهم كلهم عدمهم العافية وكان بيضربهم بدون رحمة، حتى الكبير بتاعهم اللي يعتبر الدراع اليمين ليانج تشو عمل من دماغه بطاطس محمرة، وبعدها ربطه في كرسي وبدأ يدلعوا شوية كهرباء عشان يعرف كل تفاصيل عملياتهم ويوصل لكبيرهم. ورغم ان المجرم ما كانش راضي يتكلم، لكن تشو قرر يدلع الكهرباء اكتر، وعشان كده كب عليه ميه فضل يكهربه لحد ما قال له صدقني انا ما اعرفش حاجه عن الراس الكبيره غير ان ليه رمز وهو حرف الار. ومن خلال كلامه تشو اتاكد ان مش كل ضباط الشرطه فاسدين، وعشان كده لما عرف ان الضباط جايين على المكان قرر يتحرك باقصى سرعته، وفعلا اخد لانج وخلعه من المكان بسرعه. بنشوف تشو ولانج بعد كده وهم في مكان سري، وبعد ما تشو بياخد الدبدوب منها بيشوف كارت الميموري للعصابه قلب عليها الدنيا، وبيلاحظ ان لانج بدات تطمن له، وعشان كده لما شافت جرح في وشه قربت منه وحطت له حته لزق عليها. بعدها قالت له انا عارفه انك قضيت ايام صعبه جدا بسبب المجرمين دول، وبوعدك اني هساعدك لحد ما توصل لهم فعلا وتاخد حقك منهم. اما الراجل بتاع يانج فرجع له وقال له كلنا ما قدرناش نعمل معاه حاجه يا معلمي. وساعتها يانج قال له انا عارف لانكم مالكوش لازمه، وظرفوا واحده بمضرب الهوكي جاب اجله. ورغم ان المعلومات عن تشو كانت قليله جدا، لكن الضباط فضلوا شغالين على الموضوع لحد ما عرفوا اسمه الحقيقي، وعشان كده قرروا يرجعوا واحد من المحققين القليلين جدا اللي قدروا يقبضوا على تشو قبل كده. الراجل كان واضح جدا، وبمجرد ما دخل القاعة بدأ يتكلم مع ضباط وقال لهم انا عاوزكم تكونوا عارفين انكم مش بتتعاملوا مع مجرم عادي، يعني من الاخر كده لو عاوزين نقبض عليه لازم نجيب اخرنا وما يبقاش وسطنا غير الضباط العتاولة بس. اما تشوف في الوقت ده كان بيحاول يجمع اكبر كمية ممكنة من المعلومات بعد ما قدر يحط كارت الميموري على اللابتوب، وبقى عارف معلومات كتيرة جدا عن العصابة، وعشان كده قرر يتحرك. بنعرف ان المحقق ده يبقى زي والد لانج، ولانه خايف جدا على بنته تشو كان حاسس بيه، وعشان كده خلى لانج تتصل بيه، وفي المكالمة قالت له انها في امان وانه عمره ما ضايقها باي طريقة. وبعد ما زي اتأكد ان بنته فعلا في امان، تشو اتصل بيه، وساعتها زي قال له على فكرة
انا عارف انك بتدافع عن قضية شريفة وعاوز تجيب حق مراتك، وانا عارف كمان ان الشرطة فيها فاسدين كتير، بس انا بوعدك اني هساعدك، وخصوصا بعد المعلومات اللي قدرت اجمعها عن العصابة. ساعتها تشو طلب منه يتقابلوا في مكان مهجور وبلغه يجي لوحده والا يعتبر اتفاقهم لاغي. المقابلة بتحصل فعلا، وزي بيساعد تشو بمعلومات مهمة جدا، وبيقول له ان المجرم الحقيقي اسمه هاوا، واسم يانج ده مجرد اسم حركي. ساعتها تشو بيسأله عن السبب اللي مخليه ما قبضش عليه لحد دلوقتي برغم انه يعرف اسمه وشكله. وقتها زي بيقول له انه ما كانش يقدر يعمل كده خصوصا بسبب فساد الضباط اللي حواليه، وعشان كده كان مستني يجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات ويهجم على يانج ويخلص الحوار. ورغم ان الموضوع يعتبر انتحار، لكن تشو كان عاوز يعرف مكان يانج، وفعلا زي وعده يساعده بالمعلومات دي وقال له على المكان، واتفق معاه على انه ينور له نور 3 مرات متتالية، وبعدها على طول لازم تشو يهجم. في المكان اللي اتفقوا عليه كل حاجة مشيت زي ما كانوا عاوزين، وفعلا زي عمل له العلامة اللي كانوا متفقين عليها، وساعتها تشو هجم على المكان بكل قوته وقدر يخرطق كل رجالة العصابة. وطبعا يانج بمجرد ما شاف حد بالشبحانة دي اتأكد ان على طول ان اللي هجم على المكان هو تشو، وعشان كده فضل يتحداها انه يظهر. لكن تشو ولا اشترى من كل الكلام ده، سحب سكينة منشار وقرر يقطع وش اي واحد من رجاله العصابه دماغه توز ويعمل عليه نمره. فعلا فضل يتسلى عليهم شويه لحد ما خلص عليهم، ولما اكتشف ان لسه في كام واحد موجودين عمل لهم قنبله على ضيق كده بشويه مواد كيميائيه كانت موجوده في المكان. وبعدها بقى الحكايه بقت راجل لراجل بين تشو ويانج، وطبعا تشو كان مستني اللحظه دي من سنين طويله. وعلى الرغم من كده لما وقف قدام يانج فضل يضرب نار بشكل عشوائي وهستيري، وده لانه كان بيفتكر الوقت اللي مراته ماتت فيه. وقبل ما يستعيد توازنه ويضرب يانج طلقه بين عينيه، زي بيدخل المكان وبيقول له انت خلاص كده فشيت غلك، والدور الباقي عليا انا، وبوعدك ان القضيه دي ما يمسكهاش اي واحد من الخونه. وساعتها تشو بيهدى فعلا وبيقول له انت فعلا عملت اللي عليك، بكره هبعت لك العنوان تيجي تاخد بنتك وهتلاقيها زي الفل، وده وعد مني. وبعد ما تشو رجع البيت اتكلم مع لانج وعرفها انها تقدر ترجع لابوها تاني يوم، لكن لانج فضلت تتحايل عليه انه يوديها الملاهي. وقتها تشو فضل يفتكر ذكرياته مع مراته وقت ما كانت حامل وقربت تولد بنتهم، وفي يوم وبسبب الصراعات اللي بينه وبين العصابات ماتوا في انفجار. وفجأة اكتشف انه نام ساعات طويلة وشاف لانج وهي بتصحيه. عشان يفرحها فعلا وداها الملاهي، وهناك فضل يلعب معاها وكأنها بتعوضه عن بنته. بعد شوية وصل زي واخد لانج وشكر تشو انه خلى باله منها طول الفترة اللي فاتت. مش عايزك تعتقد بقى ان الفيلم خلص والحوار انتهى على كده، اتقل لان اللي جاي ضرب نار. بعد ما تشو بيقرر يمشي من الملاهي بيتفاجئ بواحد من العصابة وبيفضل ماشي وراه لحد ما بيدخل دورة المياه بتاعة المكان، وهناك بيفضل يفتح الابواب لحد ما بيلاقيه. بس فجأة بيكتشف ان الموضوع اكبر بكتير من اللي هو كان متخيله، وده لان يانج بشحمه ولحمه ظهر قدامه. وساعتها تشو اعتقد ان زي هو كمان خاين، لكن يانج فهمه انهم خطفوا زي اساسا وهددوه بقتل بنته. وساعتها زي كان مضطر يعرفه مكان تشو، وفجأة تشو بيتفاجئ بالباب بيتقفل وجيش بحاله زانقينه في مكان ضيق، ومعاهم ما لذ وطاب من انواع الاسلحه اللي كفيله تخلي جسمه زي مصفة المكرونه. وفعلا المدعكه بدأت بينهم، ورغم ان تشو كان صادد معاهم، لكن دي كانت المره الاولى اللي تشو يعتقد فيها انه غالبا مش هيخرج من المكان. وفي نفس الوقت ده زي كان خلع مع بنته من المكان، بس فجأة نان وصلت وقالت له انت كده خاين للشرطه كلها لانك بتتعاون مع مجرم. بنرجع مره تانية لتشو عشان نشوف اخطر مفاجاه في الفيلم، وده لما يانج بيقول له عمرك ما سألت نفسك ازاي في كل مرة كنت بقدر اوصل لك مع انك مأمن نفسك؟ دلوقتي انا هحل لك اللغز ده وهعرفك ان اخوك اللي انت كنت مستعد تضحي بحياتك عشانه خاين من اول لحظة، وفي اي مرة كان بيتحط فيها في موقف انه يختار نفسه او يختارك كان بيختار نفسه. ورغم ان تشو حس ان الكلام فعلا مظبوط، لكنه رشق الخنجر اللي في ايده في زور يانج وخلص عليه. بعد ما خرج من المكان لقى نان، لكنه اكتشف ان زي ولانج مش موجودين. لما سأل نان عرفته ان بانو بعت رجالته وخطفوهم، وفي نفس الوقت ده بانو كان معلق زي ورابط فيه متفجرات. بعد وقت قليل عدمه قدام بنته اللي كانت مرعوبة. بنشوف تشو اللي كان موجوع جدا من الحقيقة، وبعد ما فضل يفكر شوية اكتشف ان بانو مش بس خانه، السبب كمان في موت مراته وبنته.
وعشان كده راح له، وبمجرد ما شاف رجالته قتلهم كلهم وفتح الباب اللي بعده عشان يتفاجئ بمجموعة من رجالة بانو، لكنه قرر يمسي عليهم بكام قنبلة كده على الماشي. وبعدها وصل لاخوه ودارت بينهم معركة شرسة جدا، لكن تشو كان مربيه على ايده وعشان كده عمل معاه فوق الصح بشوية. ولو كنت فاكر ان اللي فات هو المفاجآت، فخليني هنا اقول لك ان بانو فجر مفاجأة خطيرة جدا لما عرف تشو ان لانج بنته. وده لان يوم التفجير شياو مرات تشو قدرت تبعد بنتها عن المكان، وبعد ما زي محقق الشرطة وصل للمكان لقى البنت من غير اهل وعشان كده اتبناها. تشو كان عاوز ياخدها ويطير طبعا، بس المشكلة ان بانو كان رابط لانج بكمية متفجرات تهد جبل. طبعا تشو وهو بيحاول ينقذها كان خايف جدا، لكنه فكرها بحركة كان متعود يعملها وهو لابس لبس المهرج، وفعلا قدر يخلص من القنبلة ورماها على اخوه وخلص عليه. وبعد ما تشو عرف ان لانج تبقى بنته بقى عنده سبب كافي جدا عشان يحب الحياة. فعلا خرج من المكان، بص لانج، بص لها بصة كلها حنان. والموضوع المرة دي كان مختلف فعلا لانه بقى عارف انه بيبص لبنته. وبعد ما مشي شوية وقرر يهرب بيها من المكان، بالسرعة اتفاجئ بطلقة جت في ظهره وبالظبط ناحية قلبه، وساعتها بس عرف انه مش هيعيش خلاص. بس وعلى الرغم من كده حاول يحسس لانج انه بخير، وعشان كده فضل يلعبها بالظبط زي ما كان بيعمل لها وهي لسه بيبي. وقتها لانج استغربت جدا، واستغربت اكتر لما شافت صورة في ايد تشو وكأنه كان خلاص بيستعد عشان يعرفها انها بنته. ولما لانج شافت وحمة في جسم البيبي اللي في الصورة، بصت على كتفها ولقت نفس الوحمة، عرفت ان تشو يبقى ابوها، وساعتها بس انهارت من العياط. بنعرف ان اللي ضربت تشو بالنار هي قوات الشرطة اللي وصلوا المكان وبلغوا المفتش ان الوضع خلاص تحت السيطرة، وبالنهاية دي بينتهي فيلمنا. ورغم ان تشو مات لكنه ميت وهو مطمن انه بعد اي شر عن بنته. هنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصل لك كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.